لو انت من الناس اللي بياخدوا المسكنات بشكل مفرط وكل ما تصدع تاخد حبات الصداع الصفراء، فالفيديو ده ليه. المسكنات بشكل عام آمنة لو اتاخدت بالطريقة الصحيحة، لكن زي أي دواء استخدام المفرط ليها بيعمل أعراض جانبية. علشان كده لازم ناخد بالنا من بعض النقط المهمة واحنا بنستخدم المسكنات. كل المسكنات اللي زي الكتافلام والكتوفان والبروفين وحبات الصداع الصفراء لازم تتاخد بعد الأكل، لأنها ممكن تتعب المعدة وتسبب قرحة لا قدر الله لو اتاخدت على معدة فاضية لفترة طويلة. بلاش استخدام مسكنات أكتر من 10 أيام بدون استشارة الطبيب. بلاش استخدام مسكنات مع مرضى الضغط أو القلب أو الفشل الكلوي أو أثناء الحمل بدون استشارة الطبيب. المسكن الأكثر أمانا أثناء الحمل هو الباراسيتامول، واستخدام المسكنات التانية وخصوصا في آخر 3 شهور حمل بيعمل مشاكل للجنين. لو بتاخد دواء للبرد أو التهاب المفاصل أو النقرس، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل ما تاخد أي مسكن علشان ما تدخلش في مشاكل جرعة زايدة وبالتالي آثار جانبية. لو بتاخد أدوية للسيولة زي الماريفان، ما تاخدش أي مسكن غير باستشارة الطبيب، لأنه ممكن يزود تأثير الماريفان وتسبب في نزيف لا قدر الله. وأخيرا افتكروا دايما إن مش معنى إن الدواء آمن إننا نستخدمه بأي جرعة وبأي طريقة. حافظوا على صحتكم ودمتم سالمين وأصحاء.